السلام عليكم. اليوم باش نحكوا على ميركاتو البطولة وآخر الصفقات في النوادي التونسية. من غير ما نطولوا عليكم خلينا نبدو. لاعب ترجي جرجيس أوغوستانلي يوصلوا عرض كبير من نادي الأهلي المصري قيمة 600 ألف يورو. زيد مش كان الأهلي المصري اللي بعث له عرض، بل مولودية وهران بعث له عرض ب 500 ألف يورو. وجو لعب 13 مباراة في الدوري التونسي ونسجل فيهم 5 أهداف. التسويقية الحالية 300 ألف يورو. وللعالم اللاعب انتقل للترجي بليج. صدق قديد لاعب الملعب التونسي السابق حاليا في مفاوضة مع النجم الساحلي والاتحاد المنستيري، وزيد عنده عرض من نادي مصري واللي هو نادي اف سي زياد، واللي تقريبا بعث له عرض 200 ألف دولار. أمادو إندياي لاعب الملعب التونسي في مفاوضة مع زوز أندية من الدوري الليبي، وصلوا عرض من الدوري المصري وعرض من الدوري السويسري. بالنسبة للدوري الليبي هو الأهلي البنغازي واللي قدم عرض للملعب التونسي، وزيد الأهلي طرابلس. الأندية اللي في الدوري السويسري والدوري المصري للأسف ما همش معروفين، لكن حاليا قاعدين يتفاوضوا مع اللاعب وبعثوا له عرض. أمادو من الهدافين البطولة في الوقت الحالي، لعب 12 مباراة سجل فيها 6 أهداف، وحاليا ارتفع سومه لل 550 ألف يورو. صالح الغديمسي لاعب النجم الساحلي ينتقل بصفة رسمية للمغرب الفيس. قيمة الصفقة 190 ألف يورو. صالح لعب في البطولة 14 مباراة ما سجلش فيهم حتى هدف، ولعب في الشامبيونز ليج 4 مباريات سجل فيهم هدف وصنع زور. وهكا نكونوا وصلنا لآخر المقطع. ما تنسيوش اللايك والابونيه، وهذوما فيديوهات نجموا تفرجوا عليهم. ويلا سلام.